مين فينا ما بيحلمش يبقى الرقم واحد في عالم مليء بالسباقات والتصنيفات، من تصنيفات المدرسة للمتابعين لحد حتى المطاعم اللي كل همها المراجعات والنجوم، كل حاجة معتمدة على التصنيفات. بس اللي ما تعرفوش ان مش كل اللي بتشوفه حقيقي، العالم ده مليان بالاكاذيب. وعلى متن جزيرة الأكاديمية، المكان اللي كل حاجة فيه معتمد على الألعاب، بيوصل طالب جديد على مراسم التقديم وبيدعى شينوهارا هيروتو، وبمجرد وصوله بيصدم الطلاب وبيقول لهم بكل غرور ايه يا شوية فشلة، أنا هو النجم السابع الجديد، في السنتين الجايين واحد بس هو اللي هيحتل القمة ويحكمكم، وطبعا الشخص ده هيكون أنا، سواء كنت أمير أو حتى ملك فتعالى واجهني، هبقى جاهز في أي وقت، بس مش هتشوف مني غير الهزيمة والإهانة، مهما حاولت انتوا الفشلة في التصنيف الأعلى في الأكاديمية هيكون من نصيبي أنا. بيخلص كلامه وكل اللي على الجزيره بيبقوا سمعوه، بس احب اقول لك ان كل ده كان كذب. والله يا صديقي، فيا ترى حكايه المدرسه دي وايه اللي وصل الموضوع لكده؟ تعالوا نرجع كام ساعه لورا. وده صديقي تبقى جزيرة الأكاديمية، جزيرة في نص البحر ومجهزة بأحدث التقنيات والتكنولوجيا لمساعدة الطلبة، وكل ده بتوفره شركة واحدة بس وهي شركة سايونجي الرائدة. التصنيف الأساسي هنا بيعتمد على النجوم، فعلى عكس أي مدرسة تانية فهنا النشاط الأساسي هو الألعاب. الطلاب بيتحدوا بعض في مختلف الألعاب بهدف إنهم يجمعوا النجوم اللي في المكان ده بتحدد حياتك ومكانتك، من أول النجمة الواحدة لحد الشخص اللي يقدر يجمع السبع نجوم ويحصل على لقب النجم السابع، أقوى لاعب في جزيرة الأكاديمية. وبنشوف بطلنا شينوهارا، طالب عادي بيبقى لسه واصل على الجزيره جديد ومش عارف المكان ولا فاهم حتى الخرايط، وفي خلال كده بتقع في طريقه بنت جميله بشعر احمر، بيسالها عن مكان اكاديميه ايمي، والبنت بتقول له انها تبقى في الحي الرابع مش هنا، بتبقى مستغربه انه مش عارف الخرايط، وشينوهارا بيقول لها انه لسه واصل جديد، بتبدا تشرح له وبتقول له ان الجهاز اللي بياخدوه هو الاساس هنا، الخرايط كلها عليه وكمان تقدر تعرف اسم الشخص وكل المعلومات اللي بتخصه، بس في حاله لو كان اقل منك في التصنيف. في كمان تطبيق تواصل اجتماعي، ولكن الاهم من كل ده هو تطبيق الالعاب، فهو ده اللي بتبعت وتستقبل كل طلبات اللعب عليه، يعني اهم حاجه بتاخده بعدها لبوابه الحي الرابع وتقول له يكمل هو من هنا علشان تلحق مراسم التقديم. ولكن وهي ماشيه فجاه نافوره المايه بتشتغل عشوائي وبتغرقها حرفيا، وواضح كده ان المكان ده كان فيه اصلاحات، ولكن نظريه المؤامره وقتها بتبدا تشتغل وبتقول له بقى دي كانت خطتك من البدايه، من الاول وانا كنت شاك فيك، ازاي طالب في جزيره الاكاديميه وما بتعرفش تستخدم الجهاز، واشمعنى اصلا الحي التالت اللي تايه فيه من البدايه وانت كنت عايز تجيبني هنا علشان تحرجني بالطريقه دي. بيحاول يبرر ويشرح ولكن البنت ما بتتفهمش، بتقول له انا بتحداك في لعبه بالسرعه ليه؟ ده انا لسه جاي. بس تمام، لو ده هيخليكي تسمعيني فانا موافق. بيفضل مبلم والبنت بتقول له لحد امتى هتفضل عامل نفسك عبيط؟ لازم اللاعب الاقل في التصنيف هو اللي يبعت طلب اللعبه. بيبعت الطلب فعلا، ولكن لانه مبتدئ بيبعت الطلب فاضي. البنت وقتها بتتعصب اكتر. فعلى جزيره الاكاديميه الطلب الفاضي معناه ان المتحدي يقدر يفوز في اي لعبه ايا كانت. بتقول له تمام، هدفعك تمن اهانتك ليا. بتختار هي اللعبه والمكان من حواليهم بيبدا يتجهز. اللعبه هتبقى عباره عن منافسه في ردود الفعل. القواعد كالتالي: الشخص اللي هيعمل اي رد فعل الاول هو اللي هيخسر. اللعبه متقسمه لادوار وكل دور مدته دقيقه. في دورك مسموح لك تعمل اي حاجه بحيث تجبر اللي قدامك يعمل رد فعل، سواء بانك تهاجمه او تغير شكل وشك او حتى انك تقول نكته وتضحكه، واللي هيعمل رد فعل وقتها الكاميرات هترصده ويخسر. بتقول له انجز يلا واختار قدراتك. شينوهارا ما بيبقاش عارف ايه القدرات دي اصلا وبيقول لها مش مهم هبقى اتصرف انا، وده اللي بيعصبها اكتر، فده معناه انه مش محتاج القدرات علشان يفوز. بتقول له بقسم لك اني هندمك، وحرفيا تصعيد غير مبرر. بتبدا اللعبه فعلا والدور بيبدا من عنده، لسه هيبدا الهجوم، ولكن البنت بتستعمل قدره اسمها التعديل العددي وبتقلل دوره من دقيقه ل6 ثواني. يا نهار ابيض، ايه الغش ده؟ بتقول له محدش قال لك ما تستخدمش قدرات. بيخلص دوره بسرعه وبيجي دورها، وسريعا بتستخدم قدره تانية وتجسد سيف ضوئي. ده انا هعمل منك شاورما. بتبدا تهاجمه وشينوهارا بتفاداهم بعقوبه من غير ما يعمل اي رد فعل. في الوقت ده الطلاب بيبداوا يتجمعوا عليهم علشان يشاهدوا اللعبه. البنت بتقول كده خلاص كلها مساله وقت، بمجرد ما يتعب مش هيقدر يتحكم في ردود فعله او الضربات تصيبه، كده فوز يبقى مضمون. ولكن ولسوء الحظ النافوره بتشتغل من تاني وتغرقها تاني. يعني يا بنتي بتبص حواليها وتلاقي عدد كبير من الطلاب حواليها وبيشاهدوها، وفي موقف زي ده ما بتقدرش تستحمل الاحراج والكاميرات بتلتقطها. ايوه يا صديقي، الفائز في اللعبه دي هو شينوهارا هيروتو، ونتيجه لكده فملكيه النجوم بتنتقل لعنده. الطلاب بيبقوا مصدومين ومش مصدقين ان الامبراطوره بنفسها خسرت. في اللحظه دي بيجي له واحد الخدم وبيقول له ان المديره عايزه تقابله. يروح يقابلها والمديره بتقول له انت عملت مصيبه، بقى لسه اول يوم وتعمل كل ده. بيقول لها مش فاهم فين المشكله، هو مش المفروض ان الالعاب برضه نشاط اساسي هنا؟ بتقول له صح، بس المره دي الموضوع مختلف، المشكله في الشخص اللي انت هزمته. البنت دي تبقى من اكاديميه اوكا، احرزت اعلى درجه في امتحان الدخول واحتلت اعلى مركز بصفتها النجم السابع الوحيد اللي على الجزيره. عمرها ما خسرت اي لعبه. بتلقب بالامبراطوره ساينجي سارسا. ساينجي صديق العيله اللي انشات جزيره الاكاديميه وبتشرف عليها، والرئيس الحالي للاكاديميه يبقى جدها. يا نهار ابيض، شخص زيك محدش يعرفه وجاب اقل درجه في امتحان الدخول في تاريخ
تاريخ الاكاديميه. حساله استحاله جدها يسكت، بيقول لها يعني ايه؟ يعني انا اتطردت؟ بتقول له يا ريت كان ينفع، للاسف فطردك مش هيحل المشكله، مفيش غير طريقه واحده بس علشان ننقذك، وهي انك تبقى النجم السابع. الواد بيتصدم، بتقول له سبب المشكله هنا ان سيونجي سارسا خسرت على ايد شخص عادي، ولكن لو اتقال انها خسرت قدام شخص في مستواه فوقتها الموضوع هيبقى مقبول. بيقول لها ثانيه واحده، نجم سابع مين وسيونجي مين؟ انا معايا نجمه واحده بالعافيه. بتقول له ابسط يا عم، انت محظوظ فعلا، بص كده على النجمه اللي معاك. بيبص ويلاقي النجمه اللي معاه لونها احمر، المفروض ان اللون الطبيعي هو الابيض. بتقول له النجمه اللي معاك دي مش نجمه عاديه، لا مفيش غير 10 نجوم ملونه بس على الجزيره تم اكتشافهم لحد دلوقتي، وكل واحده فيهم بتمتلك قدره خاصه، ومن ضمنها النجم الاحمر اللي معاك، وقدرته انه بيسمح لك تكذب كذبه واحده ايا كانت. ايوه احنا هنستخدم قدره النجم الاحمر علشان نزيف البيانات اللي بتقول انك نجمه واحده ونخليك نجم سابع. القصه هتبقى كالاتي: طالب عبقري بيكسر كل الارقام القياسيه في اختبار القبول ويصبح النجم السابع في اول يوم. قصه مش بطاله. الواد يعني ما بيبقاش مستوعب كل ده وبيقول لها انا مين وانتوا مين. بتقول له الخيار خيارك، لو مش موافق فاحسن لك تلم حاجتك وتغادر الجزيره النهارده. بس معقول هتستسلم بالسهوله دي؟ اكيد جيت على الجزيره علشان عندك هدف معين تحققه مش كده؟ الواد وقتها بيفتكر هدفه وبيقول لها تمام هعمل لك اللي انت عايزاه، انا هبقى النجم السابع الجديد. واللي حصل بعد كده احنا عارفينه، طلع على المنصه وولع الدنيا زي ما شفنا في اول الفيديو. المديره بتفضل تضحك عليه وتقول له بس فاجئتني، مين يتوقع ان كل ده كان يطلع منك انت؟ انا قراري كان صح. بيقول لها كفايه تريقه وقولي لي المفروض اسكن فين. بتقول له انا جهزت لك سكن مناسب، هبعت لك الموقع بعدين على الجهاز، متحمسه للي هيحصل في الايام الجايه. بياخد بعضه وبيروح على السكن، ولكن في طريقه سارسا بتوقفه. بتقول له انا شفت الخطاب بتاعك النهارده، قول لي انت ايه هدفك بالظبط؟ بالرغم من انك عرفت سري بس لحد دلوقتي لسه ما قلتوش لحد. انا عارفه اني انانيه بس انا عندي اسباب اللي تخليني اكمل في الكذبه دي. بيقول لها سر ايه؟ انا مش فاهم حاجه. بتقول له انت لسه هتستعبط؟ انت كده عرفت ان انا مش سيونجي سارسا الحقيقيه، اسمي الحقيقي هو كاباني رينا. بقالي اكتر من سنه منتحله شخصيتها وبكسب في الالعاب، وانا عارفه ان لو خسرت كل حاجه هتتكشف. يا حلاوه. بتقول له قدره النجم الاحمر بتسمح لك انك تكذب كذبه واحده، بس في مقابل ان الشخص اللي هيحصل عليه بعدين هيكتشف حقيقه الكذبه دي، وبما انه معاك دلوقتي فاكيد انت عرفت. شينوهارا بقى بيصدمها وبيقول لها لا انت فهمت غلط، قبل ما تقولي لي دلوقتي فانا ما كنتش اعرف اي حاجه، انا فعلا لسه واصل على الجزيره امبارح وما اعرفش اي حاجه، انا اصلا مش نجم سابع حقيقي. والله زي ما بقول لك كده، هي دي بقى الكذبه اللي انا بكذبها. انا اصلا تصنيفي الحقيقي هو نجمه واحده، النجمه الوحيده اللي خدتها منك. البنت اخيرا بتستوعب الموقف وبتدرك انها فضحت نفسها بنفسها. لا والاهم من كل ده، شينوهارا هو كمان بيستوعب انها مش سيونجي سارسا الحقيقيه، ان حتى لو هزمها فالرئيس ما كانش هيقول له حاجه، يعني اصلا ما كانش في اي سبب يخليه يبقى نجم سابع. عبس يا صديقي. بيروح بعدها على السكن بتاعه اللي بيبقى قصر رئاسه مش سكن، لا ده كمان بيبقوا مجهزين له خادمه محترفه علشان تساعده في الخطه. بتقدم له نفسها وبتقول له ان اسمها هيبقى هيمجي، طالبه في اكاديميه اوكا وتم تعييني هنا من قبل المديره، هكون مسؤول عن انجاح الخطه وهساعدك باي شكل من الاشكال. بيقعدوا يتكلموا وشينوهارا بيسالها عن اللي هي بتعرف تعمله، بتحضر له وليمه اكل والمفروض ان ده اقل حاجه تقدر تعملها، بتبقى احلى حاجه اكلها في حياته، وشكل كده المديره ما بتهزرش. بيخلصوا اكل وبيجي وقت الجد، بتفصل الشبكه عن المكان علشان تتاكد ان مفيش حد بيتجسس عليهم والا هيروحوا في داهيه. بتبدا تشرح له وبتقول ان جزيره الاكاديميه مكونه من 20 حي، وكل حي فيه اكاديميه واحده بمجموع 20 اكاديميه على الجزيره، بيتم تصنيفهم كل سنه حسب العلامات وتصنيفات الطلاب. فمثلا الطلاب اللي ب5 نجوم واكتر بيعتبروا طلاب متقدمين، وكل ما الاكاديميه بقى عندها طلاب متقدمين كل ما تصنيفها ارتفع. ويا سلام لو كان عندها تلميذ ب7 نجوم فوقتها هتضمن انها تبقى في القمه، علشان كده الكل على الجزيره بيستهدفوا ال7 نجوم. طبعا لو انت نجم سابع حقيقي فوقتها الدفاع عن لقبك هيكون سهل، ولكن في حالتك احب اقول لك ان الموضوع مستحيل. بيقول لها ليه بتقولي كده؟ بتقول له السبب هو درجتك في امتحان القبول، اسوأ درجه في تاريخ الاكاديميه، ما اعرفش اصلا ازاي اتقبلت، بس ما علينا. المشكله الثانيه هي ان رتبتك الحقيقيه هي نجمه واحده، وبالتالي ما تقدرش تستخدم غير القدرات اللي في المستوى الاول. الموضوع عامل زي انك تقاتل الزعيم النهائي وانت لسه في ليفل 1. يا نهار ابيض، ده الموضوع طلع اسوأ مما كنت متخيل. بتقول له يلقي نظره على طلبات اللعب ويتفاجئ ان في 42 طلب متقدمين له. طبيعي جدا بعد الكلام اللي قاله ده يبقى مكروه بامتياز. بتختار له واحد منهم وبتقول له خلينا نبدا بده. بيقول لها بالسرعه دي؟ بتقول له انت حاليا العيون كلها عليك وناس كتيره بتشكك في قدراتك، علشان كده لازم تتقدم بسرعه وتثبت لهم نفسك. شينوهارا بيقول لها بس انا لحد دلوقتي ما اعرفش انتوا ازاي هتساعدوني اكسب، هو مش المفروض برضو ان الالعاب كلها بتبقى 1 ضد 1؟ ازاي هفوز في الظروف دي؟ بتقول له هي دي محتاجه هنغش طبعا. بتديله سماعات وبيلاقي رئيسه الالكترونيات في الشركه على الخط، هي مش بتقول له اسمها هو كاجيا، بالرغم من شخصيتها لكنها عبقريه في مجال الاختراق البرمجي او الهاكينج. الخطه كالاتي: كاجيا هتخترق جهاز خصمك وهتستغل الثغرات في انها تكسبك، دورك هنا هو انك تتصرف بشكل طبيعي علشان محدش يلاحظ ان في حاجه غلط. مش محتاج اقول لك ان لو اتقفشنا فالعقوبه هي الطرد الفوري. شكلنا كده داخلين على ايام سوداء، ولكن بيفتكر هدفه
هدفه الاساسي وبيقول لا تمام، سواء بالغش او غيره فانا هعمل كل المطلوب علشان اكون الاقوى. وبالفعل صديقي في اليوم اللي بعده بياخد اول لعبه ليه وبيقدر يفوز بكل سهوله من غير ما حد يقفشه. بيروح ياخد نفسه وما بيبقاش مصدق ان الموضوع نجح. بيقول لهم انتوا عظمه، من هنا ورايح هعتمد عليكم بشكل كامل. بيروح بعدها الاكاديميه والفصل بيكون عملوا مسابقه علشان يحددوا مين اللي هياخد شينوهارا يعرفه على المكان. واثناء ما هو بيتمشى بيجي له اتصال من هيمجي بتقول له ان جالهم طلب لعب مناسب. المتحديه تبقى روساكا هارو طالبه في الصف الثالث، وسريعا بياخد بعضه وبيتوجه على مكان التحدي الجديد. بتبقى عباره عن فعاليات ضخمه من تنظيم منظمه اعلاميه بتدعى لايبرا، المنظمه اللي بتنقل الاخبار في الجزيره وبتغطي التحديات والمباريات الكبيره، ومن ضمنها مباراه النهارده بتبقى جوه مدرج كبير وكمان متذاع على الفضائيات، يعني فرصه مناسبه علشان يثبت نفسه. المنظمه بتبدا تعد من اللاعبين. المتحديه تبقى روساكا هارو، تصنيفها هو 3 نجوم وهوايتها ركوب الدراجات. وعلى الناحيه الثانيه الطالب المغرور العبقري اللي صدم الكل وبقى نجم سابع في اول يوم ليه. بتساله اذا كان متحمس وشينوهارا بيقول لها اللي يخلينا اتحمس، فكده كده فوزي مضمون. بيستضيفوا سيونجي ساراسا كضيف شرف علشان تشارك في التحليل. بيطلبوا من اوراساكا تحدد اللعبه اللي هيلعبوها وبتختار سباق ال 100 متر، ولكن المختلف فيه ان اي وسيله نقل مسموح بيها. بتقول له انا واثقه في سرعتي. بتختار الدراجه بتاعتها واللي بتبقى تنين مجنح مش دراجه. ضيفه الشرف ساراسا بتقول لهم ان اللي هيحدد نتيجه السباق هيبقى سرعه المركبات، ولكن شينوهارا بيفاجئ الكل وبيقرر انه هيتمشاها. يا ابن المجنونه. بياخدوا وضعيه الاستعداد واوراساكا بتقول له بما ان وقت اختيار القدرات خلاص عدى، فاحب اقول لك اني بستخدم قدره الغاء التدخل، يعني مهما استخدمت من القدرات مش هتعرف توقفني. شينوهارا بكل برود بيقول لها خلينا نخلص بسرعه، عندي تحديات تانية بعد ده. وبالفعل المذيع بتعد وبيبدا السباق. اوراساكا بتفعل قدراتها وبتنطلق باقصى سرعه، وشينوهارا يا دوب بياخد اول خطوه، ولكن في اللحظه دي الموتوسيكل بيعطل بيها والبنت بتطير في الهواء. وعلى اخر لحظه جهاز الامان بيشتغل وبينقذها. شينوهارا بيبدا يتمشى بكل هدوء وبيقول لهم يا جماعه انتوا فكرتوا فعلا ان نجم سابع زي مش هيكتشف خطتها؟ من البدايه وانا فوزي كان مضمون. وبنرجع لقبل التحدي بدقايق. هيمجي بتقول له قدره اوراساكا الاساسيه هي ازاله حد السرعه، الثانيه هي التسارع، والثالثه هي قدره دفاعيه اسمها الغاء التدخل، بتقدر تلغي اي تدخل خارجي، ودي محتاجين نوقفها علشان كاغايا تعرف تخترقها وتشغل الشغل. علشان كده احنا في المقابل هنستخدم قدره التعطيل الكامل في ال3 خانات، قدره مساعده بتغلق القدرات الدفاعيه ولكن بشكل مؤقت، علشان كده كتير من الناس ما يعرفوهاش، ومن ضمنها طبعا قدره الغاء التدخل. في مستواك الحالي قدره واحده مش كفايه، علشان كده هنستخدمها في ال3 خانات. وبالفعل بمجرد ما اوراساكا انطلقت القدره اشتغلت وكاغايا اخترقت النظام وعطلت الدراجه. شينوهارا بقى بيبدا يهبد عليهم وبيقول لهم القدره الاولى اللي استخدمتها كانت التعطيل الكامل من المستوى ال9، اما الثانيه كانت الايقاف الاجباري من المستوى ال10، فكانت جهاز الامان اللي اتفعل عليكي. ما كنتش عارف انام بالليل لو كان حصل لك حاجه. بيوصل لخط النهايه بكل روقان والجمهور كله بيهتف له، ما بيبقاش مصدق ان الموضوع نجح. الشركه عظمه. وهو خارج بيقابل ساراسا وبتقول له يا خساره كان نفسي اشوفك متهان. بتسيب له كارت فيه عنوان معين وبتقول له يقابلها فيه. وبعد 5 دقايق بيوصل على المكان وساراسا بتقرر انها تحكي له على كل حاجه. بتقول له سانجي ساراسا الحقيقيه اتخطفت قبل سنه من دلوقتي، ولكن الغريب ان اللي خطفها ما طلبش اي حاجه. في الاصل افراد عائله سانجي مش بيخرجوا ابدا قبل فتره المدرسه الثانويه، بيوفروا لهم المدرسين وبيختاروا لهم حتى الاصدقاء. انا كنت موهوبه وذكيه علشان كده اختاروني انا. الخطه كانت ان ننتهي شخصيتها علشان نشوف رد فعل المختطف. الموضوع كان سهل بما ان مفيش حد يعرف شكل ساراسا الحقيقي، ولحد ما ساراسا الحقيقيه ترجع فانا لازم احافظ على سمعتها مهما حصل. ما ينفعش اسمح ان سري يتكشف، وبالتالي فانت ما ينفعش تخسر. فبعيدا عن اني هتفضح، ولكن ما تنساش ان وقتها المديره مش هيبقى عندها اي سبب علشان تحميك. يعني من الاخر لو انت خسرت في سر هيتكشف وانت هتطرد من المدرسه. شينوهارا وقتها بيفتكر هدفه وبيقول لها انا ما ينفعش اتطرد دلوقتي. في الحقيقه انا كمان بدور على شخص معين، صديق الطفوله ليا وما شفتهاش من سنين، ومتاكد انها موجوده هنا على الجزيره دي، ولحد ما الاقيها فانا ما ينفعش اتطرد. ايه الحل الوحيد؟ ان اخلي الكذبه دي تبقى حقيقه. بالطريقه دي سري وسرك مش هيتكشفوا ابدا. وبما ان مصالحهم واحده بيقرروا انهم يعملوا تحالف سر مع بعض. وبالفعل في اليوم اللي بعده بيتقابلوا وبيمثلوا انهم بيكرهوا بعض قدام الطلاب، ولكن في الوقت ده بيظهر طالب غريب على السطح وبيفضل يضحك. بينزل من فوق وبيقول له اسمي هو كويساجي سيران، الشخص اللي هيدوقك طعم الهزيمه. الواد ده صديقي بقى واحد من المعجبين المتعصبين لساراسا، بيعتبرها قدوته وبيقدسها بشكل مبالغ فيه، يعني سب من الاخر. شينوهارا بيقول له هواجهك بس بشرط واحد، الخسران فينا هيتمنع من تحدي الامبراطوره مدى الحياه. شينوهارا بيلعب له على نقطه ضعفه، بيستفزه اكتر وبيقول له لو خايف تخسر قول عادي مش هلومك، ولكن السم ده بيشخصنها وبيقول له تمام انا بتحداك بعد يومين من دلوقتي، هثبت للكل انك فزت على ساراسا بالاحتيال مش اكتر. وفي اليوم اللي بعده بيتقابلوا هم متنكرين علشان يخططوا لمعركتهم مع كويساجي. بيوصلوا على السكن ولكن ساراسا بمجرد ما بتشوف هيمجي
بتحاول تستخبى وبتقول له البنت دي بتعمل ايه هنا، وبيطلع ان هما الاتنين يعرفوا بعض. هيميجي بتقول له انا كنت بخدم عيلة سيونجي قبل سنة، بمعنى تاني انا احد الاشخاص القليلين اللي يعرفوا سر رينا. بتاخدهم بعدها على اوضة الاجتماعات وبتبدا تشرح لهم اللعبة اللي كويساجي اختارها، اسمها هو ال27 شكل، لعبة بتجمع فيها البطاقات وبعدين تتنافس على الارقام. اللعبة متقسمة على مرحلتين، المرحلة الاولى ودي اللاعبين فيها بيجمعوا البطاقات المتفرقة واللي هيبقوا متوزعين على 20 مكان جوه الحي الرابع، يعني مجموع 20 بطاقة في المجمل. في البداية موقع اول 5 بطاقات هتكون معروفة، بعدها كل 5 دقايق هيتعرض موقع لبطاقة جديدة. البطاقات بتتجمع بشكل يدوي، يعني لازم تروح على مكان البطاقة علشان الجهاز يلتقطها، ومسموح لك تستخدم وسائل المواصلات. بعد ما ال20 بطاقة يتجمعوا يجي وقت المرحلة الثانية، مرحلة الكشف. كل واحد هيختار اعلى 5 بطاقات من اللي هو جمعهم وهتتواجهوا بيهم بطاقة بطاقة، والبطاقة اللي رقمها اعلى تكسب. يعني بمعنى تاني لازم تفوز في 3 جولات من اصل 5 علشان تكسب اللعبة. بتخلص شرح وبتقول له في حاجة مهمة لازم تعرفها، زمان كانت حصلت مواجهات كتيرة بنلعب بنجمة واحدة ولاعب ب5 نجوم، ولكن احب اطمنك ان ولا مرة لاعب بنجمة واحدة قدر يفوز. يا حلاوة. ساراسا بتقول له مش بس كده، لو تفتكر مهارة التعديل العددي فالمهارة دي بتسمح لك تعدل القيم العددية اللي جوه اللعبة، علشان كده على الرغم ان اعلى بطاقة هنا قيمتها 20، ولكن لو كويساجي استخدم التعديل العددي يقدر يوصلها ل30. بص بصراحة نسبة فوزك تكاد تكون معدومة، بس طبعا كل اللي فات ده كان بالطريقة العادلة. نيجي بقى للغش. مفتاح الفوز في اللعبة دي بيكمن في مرحلة الجمع، لو قدرت تجمع اغلب البطاقات اللي بارقام عالية فحتى لو كويساجي استخدم التعديل العددي هتقدر تفوز. ساراسا بتقول له كويساجي دايما بيستعمل قدرة اسمها انتاج الطوارئ، القدرة دي بتسمح له يستدعي طرف ثالث ويدخله في اللعبة، وكويساجي عنده نادي مكون من 300 عضو وبيعتبرهم الجيش بتاعه، بمعنى تاني يقدر يدخل لحد 300 عضو في اللعبة. اما بالنسبة لاخر قدرة فدي ما تقلقش منها، اسمها هو الاجنحة السوداء، بتسمح له يعمل تأثيرات زي الدخان والبرق والاكشن اللي كان عامله، مجرد شكليات يعني مش اكتر. شينوهارا بيقول لهم تفتكروا ايه قدرات النجمة الواحدة اللي ممكن تنفع في اللعبة دي؟ هيميجي بتقول له في قدرة اسمها الخطأ البرمجي، من اسمها فبتسمح لك تغير وتعمل تشويش في جهاز الخصم. في كمان قدرة حظ ودي هتزود من فرص ظهور البطاقات اللي بارقام كبيرة في مكان قريب منك. وفي النهاية التعديل العددي، ولكن ما اعتقدش انها هتكون مفيدة بما ان اللعبة كلها معتمدة على مرحلة الجمع. بيقول لهم تمام، في الوقت الحالي هي دي افضل استراتيجية ممكنة. بيخلص الاجتماع وبعد ما ساراسا بتمشي هيميجي بتقول له ان ساراسا كانت عمالة تتجنبها طول الوقت، قبل سنة احنا كنا قريبين من بعض جدا، ولكن فجأة رينا ابتدت تبعد عني، انا شاك انها مخبية حاجة بخصوصها وبخصوص عائلة سيونجي. وفي اليوم اللي بعده بيجي موعد المباراة، منظمة لايبرا بتغطي الحدث. بتبدأ المباراة، شينوهارا بيستخدم الخطأ البرمجي وبيغير مواقع البطاقات اللي على شاشة كويساجي، بيستخدم كمان الحظ، والبطاقين 14 و17 بيبقوا على نفس طريقه. بيبدأ بال14 بما انها الاقرب. هيميجي بتقول له انا جهزت لك وسيلة مواصلات علشان تاخدك بعدها الرقم 17. الموضوع ماشي حسب الخطة، ولكن فجأة بتحصل حاجة غريبة، كويساجي بيجمع اول بطاقة غريبة. المفروض ان بقدرة الخطأ البرمجي ما يبقاش عارف اماكن البطاقات، بس اكيد كانت صدفة. ولكن فجأة هيميجي بتقول له ان كويساجي التقط البطاقة الثانية. شينوهارا بيستغرب، بيبص على الشاشة ويلاقي عدد البطاقات المعروضة لسه ما اتغيرش، معنى كده انه التقط بطاقة بموقع لسه ما اتعرضش. معقولة تكون صدفة؟ ولكن كويساجي بيفاجئهم اكتر وبيجمع البطاقة الثالثة. استحالة تكون صدفة. شينوهارا وقتها بيفهم اللي حصل، كويساجي مش بيستخدم التعديل العددي، لا ده بدلها بمهارة الاستكشاف. في الوقت ده بيسمع صوت كويساجي في جهازه وبيقول له ان قدرة الاجنحة السوداء مش مجرد شكل وبس، فهي بتسمح لي انقل صوتي من بعيد. خلينا اديك نصيحة بما انك مبتدئ في اللعبة دي، لو استمريت على كده فالمباراة هتنتهي بنصر مطلق ليا. شينوهارا بيبص على موقع البطاقات ويلاقي عدى 5 دقايق ولحد دلوقتي مفيش اي بطاقة جديدة ظهرت. ازاي؟ المفروض ان كل 5 دقايق موقع جديد يتكشف. في اللحظة دي شينوهارا بيفهم كل حاجة، كويساجي بيجمع في البطاقات اللي موقعها لسه مجهولة، وده في حد ذاته يعتبر عملية كشف. لو فضل يجمع بطاقات ومواقع مجهولة فكده الشاشة مش هتظهر اي موقع جديد، لازم في مرحلة الكشف يبقى معاك 3 بطاقات على الاقل. يعني لو كويساجي قدر يجمع 18 بطاقة من اصل 20 فكده اللعبة رسميا انتهت. هيميجي بتتصل بيه وتقول له ان حتى وسيلة المواصلات اللي كانت مجهزاها هي كمان تم اعتراضها من قبل اتباع كويساجي، معنى كده انه بدأ يستخدم الانتاج الطارئ. الخطة حرفيا بتنهار. يا ترى ايه العمل دلوقتي؟ ولكن شينوهارا بيحافظ على اعصابه وبيقرر يكمل، وبعد معاناة بيوصل اخيرا على البطاقة رقم 14 ويلتقط اول بطاقة ليه. ولكن المشكلة دلوقتي هي ازاي هيروح لرقم 17؟ المكان بعيد ووسيلة المواصلات اللي هيميجي كانت مجهزاها خلاص باظت، ده غير اصلا ان احتمال كويساجي يسبقوا ليها. ولكن من حسن حظه بيقابل اوراساكا، بتاخده في طريقها فعلا وتقول له كده احنا متعادلين وتسيبه وتمشي. بيكمل طريقه، من سوء حظه ان البطاقة بتبقى محطوطة في مكان عالي، بيقدر فعلا يلتقطها ولكن رجليه وقتها بتفلت وبيقع من فوق. وفي نفس الوقت ده كويساجي كان عمال يجمع في البطاقات ووصل للبطاقة ال11. شينوهارا بيفوق بعد وقعته دي وهو مصاب وكمان السماعات وقعت منه. شينوهارا في موقف لا يحسد عليه. في الوقت ده ساراسا بتوصل على المكان وبتقول له انت لازم تروح على المستشفى. شينوهارا بيبقى اتعور ودماغه عمالة بتنزف، ولكنه بيضحك وبيقول لها تفتكر بعد كل ده هستسلم؟ مش قبل ما اشوف
اشوفها تاني. هي دايما كانت بتدور على طرق جديده علشان تخرجني وتاخدني لاماكن جديده، علشان كده ما ينفعش اطرد قبل ما الاقيها. ده غير ان لو خسرت فانت كمان هتتاذي، لازم احمي كذبتك باي ثمن. ساراسا بتقول له كل اللي قلته لك كان كذب. قصه اختطاف ساراسا كلها كانت كذب. ساراسا كانت بتحلم انها تخش مدرسه عاديه، علشان كده خلت الموضوع يبان انه خطف وهربتها من الجزيره. ولكن كده كده الكذبه مصيرها تتكشف لما ساراسا تتخرج بعد سنتين. انا ضحكت عليك، انت مجرد ضحيه مش اكتر. شينوهارا بيبتسم وبيقول لها كده اخيرا الموضوع بقى منطقي. علشان تحققي حلم صاحبتك اتحديت عليه سيونجي وخدعت الكل. لا عاش بصراحه. هيميجي هي كمان بتوصل وبتقول له ان كوساجي جمع 16 بطاقه لحد دلوقتي، يعني فاضل له بطاقتين بس ويضمن الفوز. وبما ان اماكنهم مش هتتكشف فشينوهارا هينهي المرحله هو معاه بطاقتين بس، وشكلها كده النهايه. بس تفتكر انه هيخسر بالسهوله ده صديقي؟ بتيجي في باله فكره وبيقول لها مفيش قدره تقدر تغير القواعد. ساراسا بتقول له في اشهرهم هي منتهك القواعد، بس لازم تبقى 6 نجوم وفوق علشان تقدر تستخدمها. بيقول لا مش مهم، المهم انها موجوده. بيسال هيميجي اذا كان ينفع يستخدم قدره الخطا البرمجه على شاشه العرض، وهيميجي بتقول له انها تعمل كل اللي تقدر عليه علشان تخليه ينفع. وبالفعل بيجي موعد مرحله الكشف وشينوهارا بيبقى انها مرحله الجمع ببطاقتين بس، كده استحاله يقدر يفوز في 3 جولات من اصل 5. كوساجي بيقول له انا شايف انك تستسلم احسن بدل ما نضيع وقت بعض. وفعلا بيلعب اول بطاقه والجهاز بيقع منه. بيظهر على الشاشه انه لعب البطاقتين. المذيعه بتقول لهم وكده تكون انتهت مرحله الكشف. لسه هتعلن كوساجي الفايز، ولكن شينوهارا بيقول لها ثانيه واحده. بيبدا يضحك وبيقول لكوساجي تفتكر ايه هي شروط انهاء اللعبه؟ بيقول له هي دي محتاجه انك تفوز في مرحله الكشف. بيقول له ده شرط الفوز في اللعبه، انا قصدي على شرط انهاء اللعبه. بيقول له في الحاله دي يبقى لازم بطاقات كلا اللاعبين تخلص منهم. شينوهارا بيقول له شكلك كده ما بصيتش على القواعد كويس، انصحك تبص تاني. كوساجي بيبص عليها ويلاقي الشرط اتغير. الشرط الجديد ان بطاقات لاعب واحد بس هي اللي تخلص. معنى كده ان شينوهارا انهى مرحله الكشف بالتعادل. كوساجي بيتعصب وبيقول له يبقى انت بتستخدم منتهك القواعد. شينوهارا بيقول له مين عارف، بس حسب القواعد الحاليه فكده النتيجه بقت تعادل. يلا خلص بطاقاتك وخلينا نعيد من الاول. وبالفعل كوساجي بيلعب كل بطاقاته. بيقول له حتى لو لعبنا تاني فانت مصاب، وانا معايا قدره انتاج الطوارئ، يعني برضه هفوز. شينوهارا بيضحك تاني وبيقول له كده انا اللي فزت. بيجيب تليفونه من على الارض وبيطلع انه ما لعبش البطاقه التانيه. كوساجي بيقول له ايه يعني؟ انا خلاص خلصت ورقي، يعني كده النتيجه ما اتغيرتش، محدش قال لك تغير القواعد. شينوهارا بيقول له مين قال لك اني غيرتها؟ كل اللي عملته اني غيرت النص اللي كان مكتوب في الشاشه. كوساجي بيبص فعلا وبيتصدم انها رجعت زي ما كانت. ايوه صديقي، شينوهارا استخدم مهاره الخطا البرمجي. في الاول مثل انه استسلم ورمى تليفونه وخلى الشاشه تظهر انه لعب البطاقتين، وبعدها تلعب بالنص علشان يوهمه ان القواعد اتغيرت. بمعنى تاني مرحله الكشف لحد دلوقتي لسه ما انتهتش. بيلعب بطاقته التانيه، وبما ان كوساجي لعب كل بطاقاته فكده الفائز هو شينوهارا. محدش بيبقى مصدق. شينوهارا يعملها ويفوز على لاعب ب5 نجوم وهو نجمه واحده. بيتاخد بعدها على المستشفى وساراسا بتقول له ما توقعتش انك تكون مخبي قدراتك. بيقول لها انت فاكراني مين؟ انت نسيت ان النجم السابع حاجه زي دي تافهه بالنسبه لي. وعلى الناحيه الثانيه المديره بتتكلم مع هيمجي بتقول لها تفتكر ايه هو تصنيف شينوهارا الحالي؟ بتقول لها سهله، شينوهارا ما يقدرش يكسب اي نجوم طول ما هو عامل نفسه نجم سابع، يعني حاليا تصنيفه هو نجمه واحده. بتقول لها غلطانه، تصنيفه الحالي هو نجمتين. شينوهارا ما يقدرش يكسب اي نجمه زياده، ولكن الوضع مختلف بالنسبه للنجوم الخاصه. لما شخص بيمتلك نجمه خاصه يخسر فوقتها النجمه دي بتتاخد منه وتنتقل للفايز. في اللعبه اللي فاتت شينوهارا قدر يتغلب على ملك النجمه الزرقاء كوساجي سيران. بمعنى تاني شينوهارا حاليا مزدوج اللون، عنده النجم الاحمر وكمان النجم الازرق اللي خده من كوساجي. لو استمر الوضع على كده وشينوهارا فضل يكسب في اللاعبين اللي بنجوم خاصه فوقتها هيبقى اول نجم سابع في التاريخ ب7 الوان. هيبقى انجاز اسطوري، ولكن كل ما النجوم تزيد الخطر هيزيد، علشان كده هحتاجك تبقى جنبه. وبالفعل في اليوم اللي بعده المديره بتنقل هيمجي لاكاديميه ايمي علشان تبقى معاه في نفس الفصل، ومصادفه بيبقى ميعاد الحدث السنوي الخاص باكاديميه ايمي وبيسمى معركه الاقصاء. الحدث بكل بساطه عباره عن معركه جماعيه بين كل الطلاب، تقدر فيه انك تتحدى اي طالب بغض النظر عن تصنيفه من غير ما تخسر اي نجوم، يعني حرفيا مفيش اي مخاطره. في الحدث ما تقدرش ترفض طلبات اللاعب، يعني هتتقبل بشكل تلقائي. كل اللي عليك انك تقرب مسافه معينه من خصمك وتبعت له الطلب وهو هيتقبل. الخسران هيتم اقصائه من الحدث، ولو اللعبه استمرت اكتر من 24 ساعه فالطرف الاعلى في التصنيف هو برضه هيتم اقصائه. يعني من الاخر منافسه بقاء ما بتنتهيش لحد ما يتبقى شخص واحد بس وهو ده اللي هيبقى الفايز. الحدث هيبدا بكره، كله يجهز نفسه. وحاجه كمان، افضل 5 لاعبين هيتم اختيارهم علشان يمثلوا الاكاديميه في بطوله الاكاديميات في الشهر الجاي. ودي كانت كل حاجه. بيجي وقت الفسحه وهيمجي بتقول له احنا لازم نرسم لك خطه علشان نضمن انك هتبقى الفايز. اي نعم الحدث مفيش فيه نجوم، بس لازم تحافظ على شكلك قدام الكل. بيقول لها اعتقد ان انسب خطه في الوضع ده هي الهرب، فكده كده كل اللي محتاجه ان افضل للاخر لحد ما اغلب الطلاب يتم اقصائهم. لو بس قدرت احافظ على مسافه مناسبه بيني وبين الطلاب فوقتها الطلب مش هيتقبل. في الوقت ده بتدخل عليه بنت كده وبتقول له انه اسمها هو اكيزوكي نوا، طالبه في الصف الثالث يعني اكبر منك. بيسالها عن اللي هي عايزاه
ولكنها بتفضل تتلزق فيه وبتقول له انه لو ما يعرفش فهو حاليا اشهر شخص في الاكاديميه والكل متوقع ان هو اللي هيكسب. بتفضل ترخم عليه شويه وبعدها بتقول له هنتقابل بعدين وبتسيبه وتمشي، وباين كده انها مطمنش. هيميجي بتقول له خد بالك من البنت دي، بالرغم من شكلها ولكن تصنيفها هيبقى 6 نجوم، يعني بسكتها بس ممكن تعورك. وبعد شويه المدرب تطلبه وبتقول له انت عارف انا تعبت قد ايه عشان انقل لك هيميجي؟ انت مش متخيل الموضوع صعب قد ايه. شينوهارا بيفهم انها عايزه حاجه وبيقول لها ايه المطلوب مني؟ احبك وانت فاهمني. بص بقى، في الوقت الحالي في حاجتين غريبين بيحصلوا في الاكاديميه. الاولى ان في حد من بره الاكاديميه بيحاول يتدخل في الحدث وعلى الاغلب في هدفهم هو انت. يقول لها والثانيه بتقول له اللي هقوله لك دلوقتي يبقى معلومه سريه. في الاصل كل اكاديميه بيتم منحها نجم خاص وبتشرف هي على حمايته، واكاديميه ايمي كانت بتمتلك واحد هي كمان ولكنه اتسرق، النجم الاخضر. اثناء ما كنا بننقله علشان نستخدمه كجائزه للحدث فجاه حصلت حاجه غريبه والنظام اتعرض للاختراق واتسرق. النجم الاخضر عنده قدره خاصه وهي انه بيزود الادراك، لو وقع في ايد شخص يعرف يستخدمه فمحدش عارف النتيجه هتكون ايه. في احتمال كبير ان الشخص اللي عايز يتدخل في الحدث يكون هو نفسه اللي سرقه، علشان كده من المؤكد انهم هيستغلوا الحدث علشان يستهدفوك. لازم ما تخسرش علشان نقدر نستدرجهم. وحاجه اخيره، احنا كده كنا ناويين ندي النجم الاخضر اللي هيفوز في الحدث. شينوهارا بيفهم قصدها، انت عايزانا استعيد النجم الاخضر؟ بتقول له الله ينور عليك. باختصار انت قدامك 3 مهمات، الاولى انك تستعيد النجم الاخضر، الثانيه انك تكتشف مين اللي بيحاول يتدخل في الاكاديميه، والثالثه انك تفوز في الحدث وتحصل على النجم الاخضر. وبالفعل في اليوم اللي بعده بمجرد ما الحدث بيبدا مجموعه من الطلاب بيحاولوا يستهدفوه ولكنه بيقدر يهرب منهم على اخر لحظه. بيفضلوا يطاردوه في كل مكان وهيميجي ساعتها بتقترح انهم يستخدموا تقنيه تشويش ولو مؤقتا علشان ما يقدروش يحددوا مكانه. وفعلا الموضوع بيمشي وخلاص اليوم الاول بيبقى شارف على الانتهاء، ولكن وقبل دقايق بيجي له رساله من اكيزوكي والتشويش بيتعطل. في اللحظه دي واحده من الطلاب بتستغل الفرصه وبتبعت له طلب لعب، وشكل كده اكيزوكي اكتشفت خطتهم. بيقبل الطلب فعلا وبعد معاناه بيقدر انه يفوز عليها. بيرجع اخيرا على السكن وبكده يكون انتهى اليوم الاول، ولكن شكل الموضوع مش هيبقى سهل. هيميجي بتقول له نظرا للوضع الحالي فانا قررت استدعي رئيسه الالكترونيات في الشركه، ودي هي كاجا يا صديقي، الجندي المجهول والمسؤول عن كل عمليات الاختراق والتشويش اللي شفناها. كاجا بتقول له انا حسيت ان هيبقى من الصعب انك تستمر بالهرب بالبرامج اللي عندنا، علشان كده عملت برنامج جديد. البرنامج ده بياخد بيانات الموقع الخاصه بهيميجي وبيبدلها بالبيانات بتاعتك، وبكده اي طلب هيتبعت على جهازك هيتنقل لجهاز هيميجي. يعني من الاخر تقدر تعتبرها كبش فدا. الحركه دي هتكسبك كذا يوم زياده، وفي حاله لو كنت في موقف صعب فانا عملت خطه تانية لحالات الطوارئ، ولكن للاسف ما تقدرش تستعملها غير لمره واحده. بيجي اليوم اللي بعده وبالفعل الموضوع بيشتغل، وعلى عكس شينوهارا هيميجي بتبقى عماله تكسب في الطلاب بكل سهوله وما يتقلقش عليها. شينوهارا بقى بياخد بعضه وبيطلع يجري لابعد نقطه، بيقعد يرتاح شويه، ولكن في الوقت ده بيجي له اتصال من هيميجي وبتقول له انهم في مشكله، في شخص مجهول نشر بيانات موقعه للكل، وحاليا في اكتر من 200 طالب في طريقهم ليه، لازم تمشي من عندك في اسرع وقت. بيجي يهرب ولكن في الوقت ده بتطلع في وشه اكيزوكي وبيخبط فيها. ايه اللي جابك هنا؟ بتقول له تقابلنا من تاني. بتبقى نجحت في انها تعطله وهيميجي وباقي الطلاب بيوصلوا على المكان وبيحاصروه. بيقرر ساعتها انه هيستعمل خطه الطوارئ وبيبعت طلب لعبه لهيميجي، كده محدش هيقدر يبعت له اي طلبات في الوقت الحالي لحد ما معركته مع هيميجي تنتهي. هي دي خطه الطوارئ اللي كاجا اتكلمت عنها. اكيزوكي بتقول له يا خساره بس مش مهم، انا كده حققت هدفي هنا، اشوفك بعدين، وبتسيبه وبتمشي. يا ترى البت دي ناويه على ايه بالظبط؟ بيجي الليل وهيميجي بتيجي تحضر العشاء بتلاقي المكونات ناقصه، وعلشان كده بتقول له انها هتروح على السوبر ماركت وراجعه بسرعه. بيقعد يستناها ولكن بيعدي اكتر من ساعه وهيميجي لسه ما رجعتش. في الوقت ده بيجي له اتصال من تليفونها وبيلاقي اكيزوكي على الخط. بتقول له مساء الخير، كنت بتمشى من شويه وقابلت الخدامه بتاعتك بالصدفه، بس ما تقلقش مش هعمل لها حاجه. بتبقى محتجزاها وهيميجي بتتاسف له لانها مش هتعرف ترجع النهارده. بتقول له كمان ان الوضع اتغير وانها ما عادش ينفع تخسر في مباراتها معاه. انا اسفه بس مهما حصل ما تحاولش تفوز. اكيزوكي بتقول له يا ريت ما تنساش ميعادنا بكره، وبتقفل السكه، وكده نبقى اتاكدنا ان هي اللي كانت ورا كل اللي بيحصل. وبعد شويه ساراسا بتوصل وشينوهارا بيحكي لها على اللي حصل. بتبقى متعصبه لان صاحبتها اتخطفت وشينوهارا بيبقى حاسس ان في حاجه غلط. اي نعم اكيزوكي ذكيه بس صعب جدا تعمل كل ده لوحدها. المشكله دلوقتي هو ازاي هنفوز على هيميجي. ومن حسن حظهم كاجا بتوصل على المكان بالصدفه وبتبقى شاربه حته ب 200. بيفهموها الوضع وكاجا بتاخد الصدمه. بيهدوا وكاجا بتشرح لهم اللعبه اللي هيميجي اختارتها، اسمها هو المثلث غير المتساوي الاضلاع. لعبه بطاقات، كل لاعب هيحصل على 10 بطاقات بمجموع 20 بطاقه. في كل جوله هتلعبوا بطاقه واحده وصاحب البطاقه الاعلى يكسب وياخد البطاقتين. اما في حاله التعادل فالبطاقتين هيتبقوا والكسبان في الجوله اللي بعدها هيفوز بالاربع بطاقات. هتستمر اللعبه على كده لحد ما البطاقات كلها تتلعب، واللي هيتبقى مع عدد اكبر من البطاقات هو الفايز. لحد هنا تبان بسيطه، ولكن اللي بيميز اللعبه دي انها مش هتتلعب ببطاقات كوتشينه عاديه، لا. وركز معايا يا صديقي في اللي جاي. نظام البطاقات في اللعبه دي مكون من 4 فئات. الفئه الاولى هي بطاقات من نوع الملك، الثانيه بطاقه الفارس، الثالثه المختال، وفي الاخر خالص بطاقه المواطن. الملك يكسب الفارس والفارس يكسب المختال. المختال اضعف من الفارس ولكنه يقدر يقتل الملك. وفي النهايه
خالص بطاقة المواطن، ودي أضعف بطاقة. ولكن هنا بقى يجي الجزء الممتع في اللعبة. بطاقة المواطن بتمتلك قدرات خاصة بتشتغل بس في حالات التعادل. على سبيل المثال قدرة اسمها حصان طروادة، وده عند تفعيلها بتسمح لك تاخد نص البطاقات اللي جمعها الخصم. قدرة تانية اسمها البطل الغير مهزوم، ودي لما تتفعل بتبقى أقوى بطاقة في اللعبة وتقدر تفوز على أي بطاقة. في كمان الاختيار الإجباري، ودي بتسمح لك تسحب أي بطاقة من بطاقات الخصم. يعني من الآخر كده بطاقة المواطن زيها زي الجوكر، تقدر تقلب موازين اللعبة كلها. وفي خلال ما هم قاعدين بيجي لشينوهارا رسالة من هيمجي بتقول له فيها على القدرات اللي هي ناوية تستعملها في اللعبة. شينوهارا بيستغرب منين بتقول له انها مش هينفع تخسر ومنين تبعت له قدراتها. القدرات بتبقى كالاتي: الاولى هي قدرة تغيير الاحتمالات، وده تضمن لها انها تحصل على اغلب البطاقات القوية اللي في اللعبة. معنى كده ان شينوهارا هيحصل على البطاقات من فئة المواطن والفارس. القدرة الثانية هي التحكم القصر، ودي بتسمح لها تتحكم في اول 3 نقلات للخصم. يعني شينوهارا مش هيبدأ يلعب غير بعد ما اول 3 جولات يخلصوا. واكيد هيمجي هتستغل الموقف ده وتخسره كل بطاقاته القوية. كاجا بتقول لهم اطمنوا، هنا بقى يجي دوري، هخترق النظام وبعدها هيمجي هتحط خطة ما تخرش المية. بس ثانية واحدة، هيمجي مش موجودة، احنا ده انا يا رجالة. سلاسة بتقول لها ما تقلقيش، لو على التخطيط فانا وهيمجي في نفس المستوى. بتبدأ تحط خطة وبتقول لهم ان المشكلة كلها بتكمن في اول 3 جولات، لو هيمجي استغلتهم كويس هتتقدم عليك بفرق كبير. ولكن لو بصينا لها من ناحية تانية فاحنا نقدر نتوقع اللي هيمجي هتعمله. في البداية في بطاقتين مواطن هيمجي لازم هتحاول تحصل عليهم علشان تسد عليك كل الطرق. الاولى هي بطاقة مواطن النمو الانفجاري، ودي بتزود من قوة كل البطاقات اللي معاها. اما الثانية حصان طروادة اللي بتقلب كل الموازين. في الجولة الاولى هيمجي هتلعب التحكم القصري وتخليك تتعادل معاها، وهتتفعل القدرة الخاصة وتسرق منك حصان طروادة. وفي الجولة الثانية تلعب بطاقة فارس وتاخد منك النمو الانفجاري. في الثالثة هتستخدم بطاقة ملكية وتاخد منك بطاقة الفارس اللي حيلتك. وبكده مع نهاية الجولة الثالثة هيمجي هتبقى متقدمة عليك بفرق 7 بطاقات، يعني تقريبا خسرت. وهنا بقى يجي وقت الغش. من ضمن القدرات في قدرة اسمها التحويل، قدرة ب6 نجوم بتسمح لك انك تدي اي بطاقة قدرة خاصة من اختيارك. يعني على سبيل المثال ممكن تدي بطاقة مواطن قدرة زي انها تسمح لك تبدل كل البطاقات اللي انتوا جمعتوها. لو قدرنا نستخدم حاجة زي دي بالغش فوقتها النتيجة هتتعكس. الموضوع كله معتمد على كاجا اذا كانت هتقدر تصنع مهارة مشابهة لدي. كاجا بتفكر وبتقول لهم الموضوع مش سهل، بس بوعدكم اني هعمل كل اللي اقدر عليه. بتاخد اللاب بتاعها وبتروح تشتغل، وبعد ما بتمشي شينوهارا بيبقى عمال يفكر في كلام هيمجي ليه. بيقول لها هيمجي قالت لي اني ما احاولش افوز مهما حصل. يا ترى ايه اللي يخليها تقول كده؟ بكره هنعرف. بيجي موعد النوم وفي خلال كده سلسة بتجيله وبتديله بطاقة معينة. بتقول له ان الكارت ده بيحتوي على قدرة نادرة اشتريتها من فترة وكنت سايباها لحالات الطوارئ، ابقى استخدمها لو احتجتها. وبالفعل في اليوم اللي بعده بيجي موعد المباراة وكاجا بتبلغه انها انتهت والقدرة جاهزة على الاستعمال. كده كل حاجة جاهزة. بتبدأ اللعبة واكيزوكي بتقعد تشاهد، وزي ما توقعوا هيمجي بتستخدم اول قدرة وبتحصل على اغلب البطاقات القوية. تكمل بالتحكم القصري وكده هي اللي هتكون متحكمة في اول 3 جولات. بتلعب اول جولة وبسهولة تفوز فيها. في الجولة الثانية بتلعب بطاقة مواطن الاختيار الاجباري وتتعادل معاه، كده تقدر تسرق منه اي بطاقة هي عايزاها. ولكن الغريب انها بتضيعها وبتختار بطاقة عادية. بتيجي الجولة الثالثة وهيمجي تستخدم البطل الغير مهزوم وتفوز بكل سهولة. وبكده اول 3 جولات يكونوا انتهوا. شينوهارا بيبقى مستغرب ايه اللي يخلي هيمجي تسيب له حصان طروادة وتختار بطاقة عادية بالشكل ده، وفوق كل ده تستخدم اقوى بطاقة عندها في جولة هي كده ضامنة انها هتكسبها. في حاجة غلط. هيمجي بتحاول توصل لي حاجة، عايزة تقول لي ان لو كسبت في حاجة وحشة هتحصل. بيحاول يفكر في اي تلميح ليها، وساعتها بيفتكر لما قالت له مهما حصل ما يحاولش يفوز. بيبص على كل البطاقات واخيرا بيستنتج كل حاجة. هو ده اللي هيمجي توصله. بيتصل على كاجا وبيقول لها تلغي الخطة. بيعتذر من هيمجي عشان اتأخر وبيقول لها يلا بينا نكمل. بتبدأ الجولة الرابعة عشان هو بيستعمل مهارة الكشف بتخليها توقع كل البطاقات اللي هيمجي هتلعبها. ولكن المفاجأة انه على الرغم من كده بيتعمد يخسر. اكيزوكي بتقلق. بتكمل اللعبة ونفس الموضوع بيتكرر من تاني. شينوهارا عمال يخسر مرة ورا التانية. اكيزوكي بتتعصب وبتقول له انت بتهزر، ما تلعب جد. بيقول لها اخرسي واتفرجي. بتيجي الجولة التاسعة وشينوهارا بيلعب بطاقة المواطن حصان طروادة وتنتهي الجولة بالتعادل. كده الجولة الأخيرة هي اللي هتحدد. بيلعب بطاقة مواطن وهيمجي بتلعب الملك. شينوهارا هو الخسران. ولكن في اللحظة دي بتتفعل قدرة حصان طروادة ونص البطاقات اللي جمعتها هيمجي بتنتقل لمجموعته. كده كل واحد فيهم بيمتلك 10 بطاقات. وفي نفس الوقت اللعبة انتهت. ايوه صديقي لما هيمجي قالت له ما يحاولش تفوز كان قصدها انه يتعادل. وبكده اللعبة تكون انتهت بالتعادل من غير ما حد فيهم يتم اقصائه من الحدث. هما الاثنين لعبوها صح. اكيزوكي بتبقى هتولع ولكن بتعمل نفسها هادية. وبيتضح انها كانت حاطة برنامج اختراق على جهاز هيمجي. البرنامج بيقدر يتجسس ويعرف كل البيانات والمعلومات اللي على الجهاز. والاهم من كل ده انه اتبرمج بحيث ينتقل لجهاز الفايز بمجرد ما صاحب الجهاز يخسر. هيمجي ادركت كل ده وقررت تقطع كل الاتصالات وتوصل له رسالة انه ما يحاولش يفوز. اكيزوكي بقى في الوقت ده بتبدا تزعق وبتقول له ازاي قدرت تفوز بعد ما تعبت علشان احضر كل ده. انا ما بكرهش في حياتي قد الغشاشين. بعد ما قضيت كل السنين دي بتعب وبطور في نفسي
مره ورا مره تيجي انت وبالغش تسرق كل حاجه مني. فاكر لما قلت لك انك حاليا اشهر طالب في الاكاديميه؟ السنه اللي فاتت اتعمل نفس الاستطلاع وكنت انا وقتها اشهر واحده، لحد ما انت جيت والطلاب كلهم بداوا يحبوك انت اكتر مني، علشان كده كان لازم انتقم. خططت للموضوع علشان اخليكم تتواجهوا مع بعض وبكده تخسر اللي بيساعدك في الحدث. بصراحه يا صديقي شينوهارا ما يبقاش عارف يفرح ولا يزعل، فهو فعلا بيغش وسارق مجهودها، ولكن دلوقتي بس بيتاكد ان في حد من بره بيساعدها، والا استحاله كانت تقدر تعمل كل ده وتحط برنامج اختراق على جهاز هيمجي. بيقول لها احسن لك تقول لنا عن اللي وراكي، كده كده خطتك خلاص اتكشفت. ولكن اكيزوكي بتقول له ان لسه الموضوع ما انتهاش، البرنامج عنده قدره تانية بتشتغل في حاله لو الاولى فشلت، قدره تدميريه بتدمر كل البيانات اللي موجوده على الجهاز. بمجرد ما اعمل كده هيمجي ما عادش هتبقى موجوده على الجزيره. بتاخدها رهينه وبتقول له ايه رايك في لعبه اخيره بيني وبينك، ولكن المره دي هتكون لعبه حقيقيه نراهن فيها على النجوم. انا خلاص تعبت، لو عايزني ارجعها لك فاخسر قصادي واعترف قدام الكل انك كنت بتغش. كده كده انا عارفه ان كل حاجه حواليك هي كذب. شينوهارا في اللحظه دي بيتاكد التفسير الوحيد لانها تكون عارفه كل ده هو النجم الاخضر اللي بيعزز الاضراب. بتقول له المره دي مش هديك الفرصه انك تتعادل، جهز نفسك للخساره. وفعلا صديقي تحت الظروف دي شينوهارا ما بيبقاش عنده حل غير انه يوافق. اللعبه اللي اكازوكي اختارتها بتدعى رحله البحث عن الكنز. في اللعبه دي كل واحد بيختار شريك ليه وده يعتبر الكنز، مطلوب منه يخبيه وفي نفس الوقت يحاول يلاقي شريك الخصم. وفي حالتنا دي فالكنز اللي شينوهارا لازم يلاقيه هي هيمجي. ساحه اللعبه هتبقى اكاديميه ايمي. الاكاديميه مكونه من 6 طوابق، وكل فصل او اوضه بيعتبروا خانه بمجموع 8 خانات في كل طابق، وتقدر تخبي الكنز بتاعك في مكان من دول. في دورك في 4 اوامر تقدر تستخدمها. الاول هو السؤال، وده ببساطه انك تسال خصمك اذا كان مخبي شريكه في المكان الفلاني هو مضطر يجاوب بالحقيقه والا يخسر، وبناء على الاسئله بتحاول تخمن مكان الكنز. الامر الثاني هو الانتقال، وده بيسمح لك تتحرك 3 خانات في الاتجاه اللي انت تختاره. الثالث هو الجواب، وده تستخدمه لما تتاكد من مكان الكنز. كل الاوض هتكون مقفوله والطريقه الوحيده لفتحها هي باستخدام الجواب، ولكن لازم تبقى قدام الخانه علشان الباب يتفتح. يعني حتى لو عرفت مكانه ولكن لسه ما وصلتش للخانه فوقتها ما تقدرش تستخدم الجواب. كل واحد بيمتلك 3 محاولات جواب، يعني يقدر يستخدم الجواب 3 مرات. لو فشلت 3 مرات فوقتها تنتهي المحاولات وتخسر اللعبه. الامر الرابع والاخير هو انسحاب، وده بيسمح لك تغير مكان شريكك في حال لو خصمك قدر يخمن مكانه، ولكن استخدامه هو كمان بيستهلك محاوله جواب. وما تقلقش يا صديقي هنفهم اكتر قدام. بتبدا اللعبه فعلا والشريك اللي شينوهارا بيبقى اختاره بتبقى هي ساراسا، بتبقى متنكره علشان محدش يعرفها. بيبدا الدور من عند اكيزوكي وتستخدم اول امر وبتساله اذا كان شريكه مستخبي في الطابق الثالث او تحته، وبما انه ما يقدرش يكذب بيجاوب بلا. معنى كده ان الطابق الاول والثاني والثالث كلهم مستبعدين. بتستخدم بعدها الانتقال وتنتقل 3 خانات ناحيه اليمين. كده دورها انتهى والدور على شينوهارا، ولكن اكيزوكي بتفاجئه وبتستعمل قدره غير قانونيه بتخليها تاخد دورين ورا بعض. شينوهارا بيقول احيه من اولها كده. بتساله تاني اذا كان شريكه مستخبي في الدور الخامس او فوق، شينوهارا بيجاوب بلا. اكيزوكي وقتها بتتاكد ان شريكته موجوده في الطابق الرابع. يا حلاوه، من اول دور وقربت توصل. بتقرر انها تتسلى معاه وبتتحرك خانه واحده ناحيه اليمين. كده فعلا دورها انتهى المره دي. الدور على شينوهارا. اول حاجه بيعملها انه بيستخدم قدره تاخير وبيزود دوره لنص ساعه. كده بقى معاه وقت يفكر. بيتصل على ساراسا وساراسا بتقول له انها تقريبا فهمت كل القواعد. مفتاح الفوز في اللعبه دي بيكمن في نقاط الجواب ال3، لو قدرت تضغط عليها وتخليها تستهلكهم فوقتها هنقدر نفوز. ولكن المشكله يا صديقي ان حتى لو شينوهارا فاز فاكيزوكي هتدمر لهيمجي جهازها وبالتالي تطرد من الجزيره. اما لو خسر فوقتها السر وسر ساراسا هيتكشف وبرضه هيطرد من الجزيره، يعني كده ميت وكده ميت. ولكن شينوهارا بيطمنها وبيقول لها انه عنده خطه، العين بالعين والغش بالغش. هندمها انها حاولت تستعمل الغش ضدي. بتكمل اللعبه على كده وشينوهارا بيسالها سؤال وبيستنتج ان هيمجي موجوده في ال3 طوابق الاولى. بينتقل بعدها 3 خانات وبينهي دوره. بيجي الدور على اكيزوكي بفضل قدرتها بتقدر تقلل الاحتمالات لمكانين 2. بتتحرك بعدها خانتين ناحيه اليمين وتنهي دورها. الدور على شينوهارا. بيتصل بكاجايا وبيسالها اذا كانت تقدر تحدد مكان هيمجي عن طريق الاشاره، ولكن كاجايا بتقول له ان الموضوع مستحيل. اكيزوكي استعملت قدره حاجز على المبنى كله، ودي بتمنع اي تدخل خارجي. لو رجعنا لورا فهي اصلا اللي كانت لغت له التشويش ونشرت موقعه للطلبه، يعني هي كمان بتستخدم برامج. كاجايا بتقول له في حل تاني ولكن تنفيذه شبه مستحيل. اجهزه الاكاديميه خارقه المواصفات، لو في شخص عبقري كفايه انه يعدل عليها فوقتها نقدر نستخدمها في الغش ونحدد مكان هيمجي. بس منين بس هنجيب الشخص ده؟ شينوهارا بيقول لها موجود. عبقريه جابت اعلى درجه في امتحان القبول، وبالفعل ساراسا بتعصر كل اللي في دماغها وبتقدر تحدد مكان هيمجي. الله ينور. شينوهارا بيسال اكيزوكي اذا كان المكان اللي هي مخبيه فيه هو الفصل الرابع في الطابق الثاني. اكيزوكي بتتصدم وتجاوب بنعم. بتقول له انت رجعت تغش تاني؟
تاني؟ بيقول لها ما كفايه ظلم بقى، انت جبتني هنا على غفله وما لحقتش اعمل اي حاجه. بيتحرك بعدها 3 خانات وكده متبقي له خانتين بس على مكان هيمجي، ولكن طبعا مش بالسهوله دي. الدور بيجي على كيزوكي وبتقدر بسؤالين تحدد مكان صرصة. بتستخدم قدرتها وبتنتقل 6 خانات مره واحده، كده هي كمان متبقي لها 3 خانات. بتستهلك كمان محاوله جواب وبتقرر تغير مكان هيمجي. في اللحظه دي الاشاره بتختفي من جهازها ويبدو كده انها خدت بالهم انهم بيغشوا، بس الحلو في الموضوع انهم خلوها تستهلك محاوله جواب زي ما خططوا. وفي خلال ما هو واقف بالصدفه بيقابل هيمجي وهي في طريقها على المكان الجديد. وطبعا من قواعد اللعبه انها ما تقدرش تتكلم او حتى تلمح لاي حاجه تضر شريكها. بتتاسف له على الوضع اللي هي حطته فيه، ولكن شينوهارا بيطمنها وبيقول لها ان بعد الساعه 10 الجو هيكون برد، علشان كده الاحسن انك تخلي الاوضه دافيه. بتشكرها على اهتمامه وبتكمل طريقها مشي. شينوهارا بيقول لصرصة انها كيزوكي بتقدر تقرا الافكار بفضل قدره النجم الاخضر، والدليل على كده انها توقعت كل تحركاتي خلال الحدث. ولكن لو كانت بتقدر تعمل كده كان زمانها اكتشفت خطه هيمجي في لعبتها معايا، او حتى توقعت انك هتلاقي هيمجي. معنى كده انها بتقدر تقرا افكاري لوحدي، بالتالي اكيد هتخبي هيمجي في مكان انا ما اقدرش اتوقعه. وبالفعل بيجي دوره وبيقرر يستخدم امر الانسحاب ويغير مكان صرصة. بيجي دور الاسئله وشينوهارا بيسالها اذا كانت هيمجي مستخبيه في واحد من الفصول ال3 اللي هو محددهم. كيزوكي بتتصدم وتجاوب بنعم. بتتعصب وبتقول له ازاي بتقدر تعرف؟ المره دي انا اتاكدت انك مش هتقدر تغش. وببساطه يا صديقي اللي حصل هو ان صرصة استخدمت التحليل المنطقي. زي ما قلنا كيزوكي بتقدر تقرا افكاره، يعني هتحاول تخبيها في مكان بعيد عنه. شينوهارا كان في الطابق الثاني علشان كده طبيعي تستبعده بما انها مش هتخاطر وتخبيه في نفس الطابق اللي هو موجود فيه. الطابق الاول هو كمان تم استبعاده وده لانك هتقدر تحدد مكانه بسؤال واحد. الرابع هو كمان مستبعد وده لان صرصة كانت مستخبيه فيه، وبرضه كيزوكي مش هتخاطر بان صرصة تشوفها وتقول لشينوهارا على مكانها. اما الطابق الثالث فنصه اليمين فوق شينوهارا والنص الشمال تحت صرصة، يعني في احتمال انهم يسمعوها علشان كده هو كمان تم استبعاده. وبنفس المنطق نستبعد النص الشمال من الطابق الخامس بما انه برضه فوق صرصة، كده يتبقى لنا الطابق السادس والنص اليمين من الطابق الخامس. بس حتى دي نقدر نقللها. كيزوكي ذكيه وهتخبيها في مكان ما تقدرش توصل له ب3 انتقالات ومضاعفاتها علشان تصعبها عليك. بعد كل الاستبعادات دي كده ما يتبقاش غير ال3 فصول اللي هو سالها فيهم. بصراحه يا صديقي دماغها متكلفه. كيزوكي وقتها بتقرر تخاطر وبتقول له تمام، بما انك كده فالمره دي انا هحطها في مكان عشوائي، وريني بقى هتلاقيها ازاي. وفعلا بيجي دورها وتستهلك محاوله كمان وتغير مكان هيمجي، كده متبقي لها محاوله واحده. بتسأله بعدها سؤالين وبتستنتج من خلالهم ان صرصة موجودة في الطابق الثاني، كده كلها بقت مسألة وقت هي كمان وتلاقيها. بيجي الدور على شينوهارا وصرصة بتقول له احنا كده رجعنا لنقطة الصفر، مفيش أي طريقة نقدر نعرف بيها مكان هيمجي، ولكن شينوهارا بيقول لها انه مجهز حاجة، أي نعم فيها مخاطرة بس أنا واثق في هيمجي. بيبص في الساعة وبيلاقيها داخلة على 9، كلها ساعة وهنقدر نكتشف مكانها. صرصة ما بتبقاش فاهمة حاجة ولكن بتقرر تسايره. بيستهلك هو كمان المحاولة الثانية وبيغير مكان صرصة، ومن بعدها بيفضل يضيع في الوقت وبيستنى لحد آخر ثانية في دوره. بنوصل اخيرا للدور الخامس وكل واحد فيهم بيبقى استهلك محاولتين، ولكن في المقابل كيزوكي قربت من المكان. بيجي الدور على شينوهارا وكالعاده بيفضل يضيع في الوقت وبيقول لها ان قبل ما الدور ده يخلص هيكون محدد مكان هيمجي. كيزوكي بتضحك وبتقول له انت بتحلم، كلها مساله وقت وانا اللي هفوز. بيفضل باصص في تليفونه وبيدعي ان هيمجي تاخد بالها. وبالفعل الساعه بتيجي 10 وشينوهارا بيقول لها ان مكان اختباء هيمجي هو الفصل الثاني في الطابق الخامس تحته على طول. كيزوكي بتتصدم، بيقول لها على فكره ده مش سؤال ومن حسن حظي ان المكان قريب. كيزوكي بتبقى هتتجنن هتتهبل هتموت، ازاي قدرت تعرف؟ وتعالى صديقي اقول لك اللي حصل. قبل شويه لما التقى بهيمجي وصل لها رساله مشفره وهي ان الجو هيبرد على الساعه 10. في الطبيعي دي جمله عاديه محدش هيركز فيها، ولكن اللي هو كان يقصده انها تشغل التكييف لما الساعه تيجي 10. وفي اغلب المدارس بيبقى في اوضه للكادر تقدر من خلالها تراقب المكيفات، وهي دي الاوضه اللي شينوهارا نقل صرصة ليها. ايوه يا صديقي اول ما الساعه جت 10 هيمجي شغلت التكييف وصرصة عرفت موقعها وبلغته. بيمشي بكل ثقه ناحيه الفصل ويستخدم اخر محاوله معاه وهي الجواب. الباب بيتفتح فعلا وتم العثور على الكنز. الفايز في اللعبه هو شينوهارا، ولكن في الوقت ده كيزوكي بتبدا تضحك وبتقول له اخيرا خلصت اخر محاوله معاك. بتفعل قدرتها الثالثه واللي تبقى مستقبل مختلف، قدره غير قانونيه بتسمح لك تعزف اخر حاجه عملها الخصم. بتحذف الجواب بتاعه كانه لم يكن. اللعبه لسه ما انتهتش، لا بتتحرك بعدها 6 خانات وبتوصل لغرفه الكادر، وبكل بجاحه تستخدم اخر محاوله جواب وتفتح الباب. تم العثور على الكنز. كيزوكي هي الفايزه، بتقول لها انت بقى شريكته، حاسه اني شفتك قبل كده. بتقلع الكاب وبتتفاجئ انها صرصة بتقول لها اللعبه كانت حلوه علشان كده قررت اشارك، بس يبدو كده انك كنت اضعف من انك تهزميه. كيزوكي بتستغرب وبتقول لها بس انا فعلا فزت، انا حاليا هي النجم السابع. في الوقت ده شينوهارا بيوصل وبيقول لها للاسف الشخص اللي هزمتيه مش انا. بيطلع الكارت اللي كان خده من صرصة وبيقول لها الف سلامه، اسمها هو لاعب بديل، قدره خاصه بتسمح لك تبدل مكانك مع شخص من بره اللعبه، ولكن بشرط انه يوافق. شينوهارا استخدمها في اخر لحظه وبدل مكانه مع هيمجي، بمعنى تاني الشخص اللي انت هزمتيه حاليا هي هيمجي.
وبما انها خسرت فكده البرنامج هينتقل من جهازها لجهاز الفايز واللي هو هيبقى انتي. انقلب السحر على الساحل والبرنامج بينتقل لاكيزوكي. اكيزوكي اتحشرت في الزاويه وغشها اتقلب عليها. بطلنا في الغش ما عندوش يوم مرحميني. بيقول لها احسن لك تقول لنا على كل حاجه، انت خلاص امرك انتهى. وبعد شويه بتبدا تحكي وتقول له انه من ساعه ما وصلت على الاكاديميه وهي كانت دايما حاسه انها شخص عادي، فالمدارس اللي هنا مش بتقبل اي حد، الذكاء والموهبه مش كفايه، لازم تكون من عيله ومركز كويس. كانت دايما حاسه انها قليله، علشان كده حاولت تعوض ده بانها تجتهد اكتر علشان تبقى شخص عظيم وكله يتقبلها. وفعلا في اول سنه التحقت باحسن فصل، وفي السنه الثانيه بقت ب5 نجوم. السنه دي كان فاضل لها شويه واخيرا تحصد ثمار كل المجهود اللي هي بذلته. ولكن شينوهارا وصل ودمر لها كل احلامها. ساعتها ظهر قدامها شخص وقال لها تغش وتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تسرق نجوم شينوهارا، وهو في المقابل هيساعدها علشان تحقق حلمها. الشخص ده يبقى كوروهاشي ميكادو، مدير اكاديميه سيجو في الحي ال12. بيقول لها ما حاولتش ترفضي؟ بتقول له ده مدير اكاديميه، ما اقدرش اعمل له اي حاجه، الحاجه الوحيده اللي انا ندمانه عليها ان حاولت اذي الخادمه بتاعتك. شينوهارا وقتها بيهديها وبيقول لها انا الاقوى في الاكاديميه، سواء كان مدير او غيره ما يفرقش معايا، ارتاحي اللعبه دي خلاص انتهت. وبعد شويه كوروهاشي بيستدعيها وبيقول لها انت خيبتي املي، بعد كل اللي عملته لك والقدرات الغير قانونيه اللي اديتها لك ما قدرتش تفوزي على شخص واحد غشاش، لازم تعوضيني عن كل ده، من هنا ورايح هتبقي خدامه عندي. وفجأة بيدخل عليه شينوهارا وبيبقى سجل له كل اللي هو قاله، كل اللي على الجزيرة بيبقوا شافوا وسمعوا اللي حصل. شينوهارا بيقول له انصحك تضحك علشان الصورة تطلع حلوة، وبكده يكون انقذ اكيزوكي واللعبة اخيرا انتهت. وفي اليوم اللي بعده بيتم فصل كوروهاشي من منصبه والخبر بيتذاع في الاكاديمية. المديرة بتبقى شمتانة فيه وتقول لهم النهارده يبقى اليوم الاخير في الحدث، اللي نجوا لحد دلوقتي من معركة الاقصاء هما الاتنين دول، الاول هو النجم السابع بطلنا شينوهارا، والتانية تبقى اكيزوكي نوا. فايوه صديقي حتى بعد كل ده هي فازت على هيمجي ولسه في الحدث. المديرة بتقول لهم اجى الوقت علشان نحدد مين اللي هيكون اللاعب الاول في الاكاديميه، ولكن اكيزوكي بتقاطعها وبتقول لها انها مش ناويه تقاتل شينوهارا. بتقول لهم انا استخدمت طرق غير قانونيه وغشيت في حلم الكل كان بيلعب بنزاهه وعدل، انا ما استاهلش اكون في الحدث. لسه هتنسحب ولكن شينوهارا بيوقفها، بيقول لها دي كانت غلطه كوروهاشي مش غلطتك، وبعدين حتى من غير الغش انا متاكد انك كنت هتقدري تحققي مركز كويس، انت مش شخص عادي زي ما انت فاكره، لا انت فعلا مميزه. وتقريبا ضميره بيبقى مأنبه على سرقته لمجهودها وبيقرر انه يتنازل لها على المركز الاول. بيقول لها انا كده الاقوى في الاكاديميه، مش محتاج الحدث ده في حاجه. اكيزوكي بتتاثر وبتوعده انها تشتغل على نفسها اكتر علشان توصل لمستواه. بتطلب من كل الطلاب انهم يدعموها والكل بيهتف لها، وبكده رسميا يكون انتهى الحدث بفوز اكيزوكي نوا. نخش بقى في المهم وهو بطوله الاكاديميات، وزي ما قلنا اول 5 مراكز في الحدث هم اللي هيمثلوا الاكاديميه. المديره بتبدا تعلنهم، وفي المركز الخامس بتبقى الخادمه المحترفه هيمجي، عملت ريمونتادا وفازت ب4 العاب في يوم واحد. في المركز الرابع صاحبه ال6 نجوم اسامي ناناسي. في المركز الثالث رئيس مجلس الطلبه بنفس ال6 نجوم إنوموتو شينجي. في المركز الثاني بطلنا النجم السابع شينوهارا هيروتو. واخيرا وليس اخرا في المركز الاول اكيزوكي نوا. ال5 دول هم اللي هيمثلوا اكاديميه ايمي في بطوله الاكاديميات. بينتهي الاحتفال وفي يوم العطله شينوهارا وساراسا بيتنكروا وبيروحوا على احد الاماكن. شينوهارا بيقول لها انه حصل على النجم الاخضر مقابل انه سابق اكيزوكي تاخد المركز الاول، يعني حاليا شينوهارا بيمتلك 3 نجوم ملونه. بيوصلوا على متجر القدرات، هو ده المكان اللي ساراسا اشترت منه البطاقه اللي شفناها. بتقول له المتجر ده بيبيع حاجات جامده، بيتسوقوا جواه ويشتروا شويه حاجات وبعدها بيرجعوا على السكن. وفي اليوم اللي بعده شينوهارا والبقيه بيعملوا اجتماع علشان يتناقشوا في الخطه اللي هيحطوها لبطوله الاكاديميات. وفي الطريق اكيزوكي بتعرفوا ان رئيس مجلس الطلبه شينجي واسامي ناناسي يبقوا اصدقاء من الطفوله، على الرغم ان كل واحد فيهم بيقول انه بيكره التاني، بس دايما هتلاقيهم بيقضوا كل وقتهم مع بعض. بيوصلوا على غرفه الاجتماع وبيلاقوهم برضه بيتخانقوا. بيبدا الاجتماع وهيمجي بتبدا تشرح لهم نظام البطوله. اللعبه اللي هتلعبوها هتبقى معركه احتلال قواعد مكونه من 100 لاعب وبتدعى استرال. فكره اللعبه هي انكم تحتلوا القواعد وتحاولوا توسعوها. اللعبه هتبدا في الحي 0 وساحه اللعبه هتتقسم ل1,000,000 مربع، كل مربعين تحتلوهم بيكونوا خط، وهكذا لحد ما تكونوا شكل متعدد الاضلاع. وقتها كل المربعات اللي جواها تتملى وهتبقى جزء من منطقه الفريق. كل ساعه هيتم اصدار مهارات جديده تساعدكم في المعركه وهتسمى تعويذات. التعويذات لها فتره زمن، بمعنى ان طول ما انت بتستخدم التعويذه ما تقدرش تعمل اي حركه لفتره من الزمن. الفتره دي بتختلف من لاعب للتاني حسب نقاط الحركه اللي عند كل لاعب. في استرال في 5 مناصب تختاروا منها وممنوع التكرار، وعلشان تفوز لازم تحتل كل مناطق الغير او تهزم كل الفرق التانيه. في حاله انتهاء الوقت في الفريق صاحب المنطقه الاكبر هو اللي هيفوز. كل لاعب هيبقى عنده 5 نقاط حياه بتتجدد تاني مع نهايه كل فتره.
ولكن في حالة لو اللاعب خسر نقاط حياته الخمسة فوقتها هيتم إقصائه ويخسر. لو كل أعضاء الفريق خسروا نقاط حياتهم وتم احتلال منطقتهم فوقتها الفريق ده هيتم استبعاده من البطولة. اللعبة هتستمر لمدة 5 أيام وكل يوم هيتقسم لفترتين بمجموع 10 فترات للبطولة. الجزيرة كلها هتشاهد، علشان كده لازم نعمل كل اللي نقدر عليه. بالمناسبة هيبقى في بطولة تانية شغالة أثناء ما أسترال بتتلعب. الكسبان في البطولة الجانبية هيحصل على بطاقة دعوة تؤهله إنه ينضم لأسترال كعضو سادس في الفريق. ودي كانت كل حاجة لحد دلوقتي، باقي التفاصيل لسه هيتم الإعلان عنها في الأيام الجاية. نيجي بقى صديقي للأهم وهو نقاط الحركة ومناصب اللاعبين. هيميجي بتقول لهم يبصوا في التطبيق اللي لسه نازل وكل واحد بيبقى مكتوب تحت اسمه نقاط الحركة وعدد نجومه. نقاط الحركة أشبه بالتصنيف العام للاعب وبتحسب على أساس المهارات وسجل القتال، مقسمة ل 25 مستوى، وكل ما الرقم ده كان أقل كل ما بقى أحسن. على سبيل المثال أكيزوكي نقاط حركتها بتبقى 6 وشينوهارا النجم السابع بيبقى 3. كلهم بيبقوا متفاجئين من تصنيفه العالي، وطبعا الرقم ده بيبقى مزيف. رقمه الحقيقي هو 19، ولكن كاجا لعبت في شاشة العرض. نيجي بقى للمناصب ودي هتبقى جوهرية في رسم خطط الفوز. كل منصب من المناصب الخمسة عنده قدرة خاصة ويحتاج لنقاط حركة معينة علشان تقدر تختاره. على سبيل المثال منصب الجندي بيقدر يستخدم تعويذة سيف وبيحتاج لنقاط حركة مش أقل من 9. وهنا تيجي المشكلة يا صديقي، أخونا شينوهارا بيزيف نقاط الحركة بتاعته. يعني لو اختار أي منصب زي الجندي أو الجاسوس فكلها هتبقى مسألة وقت ويتكشف، بما إن نقاطه الحقيقية هي 19. الحل الوحيد هو إنه ياخد منصب القائد العسكري. المنصب ده مش بيحتاج لنقاط حركة عالية بما إنه بيعتمد على التخطيط وإصدار الأوامر، وفي نفس الوقت يقدر يستخدمه كعذر ويمثل إنه بيستخدم قدرات المنصب، وفي الحقيقة الشركة هي اللي بتغششه. أي منصب تاني هيتفضح. بيبدأوا يختاروا أسامي بتقول لهم إنها هتاخد منصب الجندي، فنقاط حركتها 5 وفي نفس الوقت عندها ردة فعل سريعة. أكيزوكي بتختار الجاسوس بما إنه التسلل ونصب الفخاخ من اختصاصها. هيميجي بتختار المدافع، ولحد دلوقتي كل حاجة ماشية حسب الخطة. شينوهارا بيسأله عن سبب اختياره وشينجي بيقول له إن أساس اللعبة دي هو القائد العسكري. من مهام القائد إنه يجمع المعلومات ويحلل تحركات العدو، يرسم الخطط ويدي التعليمات، ودي كلها حاجات من اختصاصي بما إن رئيس مجلس الطلبة. شينوهارا بيبقى في مشكلة، لو ما عرفش ياخد المنصب فوقتها مصيرهم هيكتشفوا كذبته، ولكن لو ما قدرش يخدع حلفائه قبل أعدائه يبقى يعتزلها أحسن. بيعرض عليه اقتراح وبيقول له إنه من قدرات القائد العسكري إنه يقدر يبدل منصبه مع شخص واحد خلال اللعبة. خليني اخده أنا الأول، ولو أدائي ما عجبكش بوعدك إني هبدل معاك. شينجي بيفكر وبيقول له موافق بس بشرط اهزم 3 من قادة الفرق على نهاية اليوم الثالث. لو ما قدرتش تعمل كده فوقتها هتديني منصب القائد. طبعا شرط تعجيزي، ولكن شينوهارا ما قداموش حل غير انه يوافق. شينوهارا بيقول له تمام، لو ما قدرتش اعملها فمش بس هديك المنصب، لا ده انا كمان هتكلم معاك باحترام لباقي حياتي. وبكده ينتهي اجتماع البطولة. بيجي الليل واثناء ما شينوهارا نايم يجي له اتصال من ساراسا وبتقول له انه في مصيبة. في سيونجي ساراسا جديدة ظهرت وبتهددها. يا حلاوة. بتوري له الفيديو اللي اتبعت لها وفعلا البنت بتبقى نسخة منها. بتقول لها بكل بجاحة اهلا باللي منتحلة شخصيتي، ايه رايك نلعب لعبة؟ اللعبة هتبقى في بطولة الاكاديميات، اللي هتقدر فينا تهزم النجم السابع شينوهارا هيروتو وهتبقى هي سيونجي ساراسا الحقيقية. لو انا اللي هزمته فوقتها لازم تسلميني جهاز سيونجي ساراسا وكل حاجة تخصها، ولو انت اللي فزتي فتقدري تكملي زي ما انت في دورك. احسن لك ما ترفضيش والا كده هبقى مضطر افضحك. بيخلص الفيديو وساراسا بتبقى هتشد في شعرها. شينوهارا بيهديها وبيقول اكيد كل ده من تخطيط كوراهاشي، هو الوحيد اللي يقدر يعمل كده واكيد عايز ينتقم بعد اللي حصل له. بيروحوا بعدها لكاجا وشينوهارا بيشرح لها نظام البطوله وبيترجاها علشان تساعده. بيفهمها انه لازم يهم حلفائه وانه بيستعمل قدرات القائد العسكري، وفي نفس الوقت يهزم 3 من قاده الفرق علشان يحقق الشرط، وفي نفس ذات الوقت يهزم شبيه ساراسا وكمان يفوز في استرال. مش عايز حاجه تانية بالمره. كاجا بتفكر وبتقول له ان الموضوع هيبقى مكلف، ولكن الشركه هتحاول توصل لسيرفرات البطوله وتستعير بعض البيانات علشان تساعده. مش عارفين من غيرك كنا هنعمل ايه. هيميجي بتساله عن القدرات اللي هو ناوي يستعملها في البطوله وبيقول لها انه في الخانه الاولى هيستعمل قدره النجم الازرق الاجنحه السوداء، في الخانه الثانيه قدره النجم الاخضر اللي بتتوقع الاحداث، اما الثالثه فلسه ما حددتش. هيميجي بتقول له انها المره دي محضره قدره خاصه للبطوله كانت سايباها لحالات الطوارئ، قدره خاصه اسمها التبادل، بتسمح لها تبدل قدره واحده مع شخص من الفريق، يعني ممكن تستعملها على شينوهارا وتبدل مع قدره زياده. بصراحه قدره مفيده. واخيرا بيجي الليل وقبل ما ينام بيتصل على شخص معين وبيقول له انه محتاج منه خدمه، وفي الصباح اخيرا بيجي موعد اليوم الاول للبطوله. المكان بيبقى عباره عن صحراء والمفروض ان هي دي هتبقى ساحه اللعبه. في الوقت ده التكنولوجيا بتشتغل والمكان من حواليهم بيتحول لعالم افتراضي. شركه سيونجي ما بتهزرش، كل واحد في الفريق بيختار منصبه واخيرا بتبدا استرال. بيلاقوا قدامهم منطقه خضراء ودي هتبقى بدايه المنطقه بتاعتهم، على شمالها بيبقى في منطقه باللون الابيض ودي هتبقى منطقه محايده. بيجربوا يحتلوها وهيميجي بتدوس احتلال. وقتها العد التنازلي
بيبدأ وبيبقى عبارة عن 90 ثانية، وفي خلال المدة دي هيمج ما تقدرش تعمل أي حاجة أو تستخدم أي تعويذة. بعد ما ال 90 ثانية بيخلصوا المنطقة لونها بيتحول للون الأخضر، وكده بقت جزء من قاعدتهم. بيبدأوا يحللوا اللي حصل، وهيمج بتقول لهم إن نقاط حركتها هي 9. معنى كده إن المدة الزمنية للاحتلال بتبقى 10 أضعاف نقاط الحركة. لازم نشوف حل في المدة دي. أكوزيكو وقتها بتشغل دماغها وتستخدم مهارات التعديل العددي، وبتقدر تقلل المدة ل6 ثواني. أهو كده معقولة شوية. كده كل اللي محتاجينه هو شخص يحميها لحد ما المدة تخلص. بيحللوا في باقي المعلومات، وشنهارا بيقول لهم نقاط الحركة بتاعتهم بتقل رقمين وهم جوه منطقتهم، يعني كل ما وسعوا منطقتهم أكتر كل ما هيقدروا يتحركوا بشكل أحسن. بيكملوا استكشاف، وشنهارا بيستخدم قدرة بحث وبيحدد مكان القواعد القريبة، واحدة منهم في الشمال والتانية في الشرق. وبعد تفكير بيقرروا إنهم هيتحركوا ناحية الشرق، ولكن قبلها لازم يعرفوا أول إزاي يستخدموا التعويذات. كل واحد فيهم بيجرب، وفي خلال كده فجأة بيلاقوا هيمج اختفت. تطلع كانت ورا شنهارا وبتخضهم، ودي بقى كانت تعويذة الاختفاء. هيمج بتقول لهم إن الفترة الزمنية لاستخدام التعويذة كانت 18 ثانية. هيمج نقاط حركتها 9، معنى كده إن المدة الزمنية لاستخدام التعويذة هي ضعفين نقاط الحركة. بيقضوا اليوم الأول كله في الاستكشاف والتحليل، وفي نهايته أكاديمية أوكا بتبقى متصدرة البطولة كأكثر المناطق احتلالا. ولكن طبعا احنا لسه في اليوم الأول. بيقعدوا بعدها ياكلوا، في خلال كده كوساجي بيجي يمسي عليه وبيقول له أخيرا فرصة انتقام وجات له لحد عنده. بيوعدوا إن هو وفريقه هيسحقوا أكاديمية إيمي وتصدروا البطولة، ويسيبه ويمشي. وهم قاعدين هيمج بتبدأ تعرفوا على باقي الفرق من مختلف الأكاديميات. من الحي السابع أكاديمية شينرا. في السنة اللي فاتت قدروا يحتلوا المركز الثالث. السنة دي فريقهم كمان أقوى، خصوصا الشخص ده اللي يعتبر أخطر لاعب فيهم. اسمه هو كيريجايا تويا. تصنيفه هو 6 نجوم، وبيلقبوه بالملك المطلق. اسلوبه عنيف لدرجة في كذا شخص استسلموا وغادروا الجزيرة بعد ما خسروا ضده. الشخص التاني اللي لازم ناخد بالنا منه هي البنت دي، اسمها هو كوروروجي سينري، وتبقى قائدة أكاديمية تسويو للبنات. لو حصل وقابلتها فلازم تهرب بسرعة. بتمتلك قدرة خطيرة بتسمى القتل بضربة واحدة. لو اتحققت الشروط لتنفيذها فوقتها تقدر تتخلص من اللاعبين بضربة واحدة. كوروروجي بتبقى سمعتهم وبتقول لهم مش عيب تتكلموا على حد في ظهره؟ أنا سمعت عنك. بيقولوا إنك بتمتلك قدرة خارقة بتخليك تقدر تعثر على خطط ناجحة ضد أي شخص. اتخرجت من جامعة أمريكية وأنت 5 سنين، وبعدين خدتك منظمة سرية ودربتك لحد ما طورت مهاراتك. طبعا كل ده بيبقى هبل، إشاعات نشرتها الشركة علشان تزود من شعبيته. بتقول له عموما مهما كنت قوي ففريقنا هو اللي هيفوز، وتسيبهم وبتمشي. بيخلصوا أكل بعدها وكل واحد بيروح يرتاح في أوضته. وبالليل شنهارا بيصحى وبيروح يدور على حاجة ياكلها، وفي خلال كده بيقابل بنته صغيرة وبتحاول تجيب شوكولاتة. بيجيب لها واحدة وبيقول لها إيه اللي بتعمليه هنا؟ المفروض إن المكان كله محجوز للبطولة بتاعتنا، وباين من شكلك إنك في إعدادي، يعني أكيد أنت مش مشاركة معانا. بتقول له إن أختها الكبيرة شغالة في منظمة لايبرا وطلبت منها تشارك في البطولة الجانبية اللي شغالة جنب أسترال. بتوري له الكارت اللي معاها وبيبقى مفتاح أوضة، يعني فعلا مش بتكذب. بيبص في عينيها ويلاقي كل واحدة بلون. بتقول له إن ده علشان هي عظيمة، وكمان عينيها اليمين بتقدر تشوف المستقبل. طبعا بتبقى عدسات بس لازم تعيش الدور. شنهارا لسه هيمشي ولكنها بتمسك فيه وبتطلب منه يلعب معاها، وطبعا قدام الوش ده ما يقدرش يرفض. بيفضل يلعب معاها كل الألعاب الموجودة واللي مش موجودة لحد ما بتتعب وبتروح في النوم. بيشيلها وبيرجع بيها على أوضتها، وبيلاقي المكان كله عبارة عن بيتزا وشيبسي وآخر انحدار. لسه هيمشي ولكن البنت بتقول له إنها جعانة وبتطلب منه يعمل لها عشاء. بيخلص اليوم، وفي اليوم اللي بعده في البطولة بيتواجهوا مع فريق تاني، ولكن قائد الفريق بيعرض عليهم إنهم يشكلوا تحالف مؤقت ويقدروا يحددوا عقوبة لو هم عايزين. شنهارا واللي معاه بتعجبهم الفكرة ولسه هيوافقوا، ولكن في الوقت ده سامية بتتهور وتهاجم واحد فيهم. كلهم بيبقوا متفاجئين من تصرفها، وسامية بتقول لهم إن مفيش وقت للشرح. بتبدأ المعركة بينهم وشينجي بيروح علشان يدعمها، وبكده تكون انهارت المفاوضات. بينتهي اليوم التاني، ولحسن الحظ بيكونوا قدروا يفوزوا على الفريق التاني ويحتلوا منطقتهم. ولكن شينجي بيفضل يزعل اسامية لانها اتصرفت من دماغها وهاجمتهم من غير اي خطة. بيقول لها نفس الموضوع ده حصل السنة اللي فاتت، اتصرفت من دماغك وفضلنا نعطل في بعض لحد ما في الاخر خسرنا من فريق اضعف مننا. انا مش مستعد اخسر تاني بسبب غبائك. ولانها بنت بتزعل من كلامه وبتسيبهم وبتمشي، ويبدو كده ان العمل الجماعي مش في افضل حالاته. وفي اليوم اللي بعده بينتشر فيديو اللاعب غريب بيخون فريقه وبيعمل لهم فخ مفاجأة. بيطلع بعدها سيفه وبكل وحشية بيخلص عليهم كلهم. بتتكشف هويته، والمفاجأة انه بيطلع شبيه صرصار. بتضحك وبتقول لها وقت اللعب ابتدى. لو المفاجأة الأكبر في نهاية اليوم الثالث شنهارا بيقرر انه ينتحر وبيمسك المسدس وبيخلص على نفسه. ايوه صديقي شنهارا تم استبعاده من البطولة. فيا ترى ايه اللي بيحصل وهي قصة البنت دي وليه بتنتحل شخصية صرصار؟ ايه اللي هيحصل في البطولة وايه اللي بيخطط ليه بطلنا؟ كل ده واكتر هنعرفه في الجزء الجاي من حكاية شنهارا. وبس كده لحد هنا بيكون انتهى الفيديو بتاعنا. فكالعادة لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك بتاعك، واكتبوا لنا في الكومنتات انكم عايزين الجزء الثاني علشان ننزله ليكم في اسرع وقت. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وبس كده سلام.